حبايبي. طب يا جدعان ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ كله تمام ان شاء الله يكون كله تمام. زي ما وعدتكم قبل ما ابدا الفيديو لازم نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فنخش على الفيديو ويسلم. يا ام ابراهيم، ده انا سمعت ان بيتعمل الاكل في الفرن او الميكروويف او الاكل على الجريل او الكانو. انتي دمرتي الواقع خالص وبقيتي بتعملي اكل في المكوى. ليه كده يا ام ابراهيم؟ امور لازم كده. تيتو 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 تيتو. عني يا عم، مش انت. يا سلام عليك يا بابا ابراهيم، وانتي بتعملي كنافه كده بالقشطه زي العسل. هي مقرمشه كده من بره وطريه يا سلام من جوه. وانتي احسن واحده تعملي كنافه، وقولي للناس انتي عملتيها ازاي. صينية كنافة حكاية بالكاستر، اتلسعت مني شوية لكن لسه برضو تتاكل، طرية كده وجميلة اهي لسه فيها الروح برضو، ما باظتش ولا حاجة اهي شوفوا جميلة اهي زي الزبدة اهي، هناكلها كلها دلوقتي، جميلة وبصوا ناعمة وجميلة ازاي زي العسل اهي. انا صح يا ام ابراهيم، انا سمعت ان اعلان عن الفواحة بيرسم بالقولون او الغازات، قولي عنه بس والنبي من غير قرف، على احسن الفنسات عندي بيقرف. عيد الحب اوعوا تجيبوا الدباديب، ما ينفعش خالص الدباديب الحمراء دي، واحد يروح يجيب الدبدوب قد كده ويحطه على السرير زينه كده عشان عيد الحب قال، والدبدوب تبقى في خده مجلمطه كلها خرا ومتكي فيس على السرير، واخر الليل يخش المطبخ ويجيب البطاطس اللي في الثلاجه ويقليه ويجيب الزيت السخن ويفضيها عليكم وانتوا نايمين. طب وليه؟ لا ده بيقلبوا وبيبوحوش بالليل، الدباديب خطيره. احسن حاجه تجيبوا الفواحه دي هتفسي وانت مرتاحه، الفواحه لونها احمر وجميله وتهدي حبايبك بيها في عيد الحب، جميله شورت كده بيتفسى فيه جميل، وليه علبه كده تفتحها وتطلع منها الفيسه على وشك كده تستفيد، والبخار يبقى طالع كده يخلي الوش زي الباد، وينعم الشعر يخليه زي الحرير. لازم تجيبوا الفواحه، جربوها وقولوا لي لازم كده. طب يا ام ابراهيم، انا عرفت بقى انك احسن واحده في مصر بتعرفي تاكلي مانجا، علميهم الناس ينوبك ثواب. شايفين لازم كده، امال ايه صحتنا بالدنيا. وبعدين في الدبانه دي ان شاء الله تنجحر على صحتك، عايزه تاكل مني العسل. منجايه اهي زي الزبده. امال ايه لازم كده، شايفين زي العسل. جميل على المانجا كده، وهي مبلبله وملظوظه كده. بس قوليلنا يا ام ابراهيم، كلمينا عن الجمبري دي، انت بتحبي تاكليها بالطحينه ولا بالبابا غنوج؟ جمبري من اللي بيقولوا عليه روبيان، قلت له كلوه بالعسل، روبيان اهو يخلي الفاسيه جنان، اما تشوفوه بالعسل طعمه ايه.
يا نور النبي جميل. طبعا كلنا احنا عارفين ده علاقتك كويسة وملصصة مع ابوكي. احكيلي عن مغامراتك. زمان يا ولاد واحنا صغيرين كان ابويا ما يحترقش على حاجه ابدا، اي حاجه امي تعملها هي كلها. مره قال راح الشغل كده وقال لها اعملي لي محشي يا بنت انا نفسي في محشي، وما كانتش معاها في الدرجه ال3 ساعة. قالت له اقعد يا راجل بلاش تروح حرام عليك شبابك، حد يروح المقابر بالليل صمي. اخد طربوش ولبس قشرة البطيخة في رجله، ما كانش بيلبس جيزة، كان بيلبس قشرة البطيخة باستك كده وطار اتزحلق بقشرة البطيخة وصلته في ثانية. راح هناك لقى واحدة عجوزة قاعدة فين؟ قاعدة في المقابر هناك، قال لها السلام عليكم وراح قاعد يمه. الولية قاعدة قالت له تشرب شاي، قال لها شربيني شاي وماله من ايديك الحلوين يا خالي. الخالة عملت له شاي وقعد يمها شوية، قال لها ما تعرفيش القبر بتاع امي فين؟ قالت له القبر بتاع امك هنوريهولك حاضر يا حبيبي بس اشرب الشاي الاول. قعد شرب الشاي وقعد معاها شويه وبعدين قال لها طب ما تقومي يلا نروحوا سوا. قالت له يلا بيني نسند عليك كده، بتسند عليه كده راح باصص في رجليه لقاها رجل قطه. انسرع فضل يصوت ويجري على اخره ورجل القطه تجري وراه، والوليه تجيب قلاجل طينه من الارض قد كده تخبطه في جفاه ابويا، جفاه عريض رجمته خرمته، روح جري لامي ينجح بالصوت. ده عالم صايع يابا. عزيزي المزز، قول كلمة حلوة في دنيتك عشان تلقى حاجة حلوة في آخرتك. نزلت من كرش أمك مش دنيا وهترجع الآخرة. اعمل لآخرتك يا مفضوح. لا حول ولا قوة إلا بالله.